السلام عليكم. تحياتي الإخوة والأخوات أينما كنتم. الملف اللي غنتناولو معاكم إن شاء الله، والموضوع اللي غادي نفصلو فيه ونحللو هو واحد الملف اللي شاهدناه جميع. اليوم خرجت وزارة الخارجية الجزائر كالدين الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، الحرب اللي شاعلة في الشرق الأوسط. ولكن المشكلة ما كيناش هنا، المشكلة أن الدولة الجزائرية كتضامن مع إيران، كتضامن مع الشعب الإيراني، كتضامن مع المذهب الإيراني الشيعي الفارسي. لكن كنشوفوا وزارة الخارجية المغربية اللي خرجت بواحد البلاغ في نفس اليوم وكدين الحرب اللي شنته إيران على الدول العربية والدول المسلمة، اللي تم الاستهداف من طرف إيران هاد الدول العربية بصواريخ فرد صوتية، طائرات بدون طيار، واستهداف منشآت نفطية ومنشآت مطارات مدنية. هاد البلاغ اللي خرجت به الجزائر كالدين الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وما خرجتش وما تكلمتش على الحرب اللي قامت به إيران على الدول العربية. هاد الشيء الإخوة اللي كنا دائما كنتكلموا وكنقولوا بأن الجزائر عندها واحد التميل وعندها واحد التوجه شيعي 100%. وبزاف ديال الإخوة والأخوات كانوا كيعاتبوني على هاد الفكر أو على هاد الموضوع وعلى هاد التحليل اللي كنا كنشاهدوه منذ سنوات. لكن اليوم اكتشفوا الجميع واكتشفوا العالم، لأن الجزائر باش عرفنا احنا بلا أنها غادية فيها التوجه الشيعي ودائما كتضامن مع التحالف، لأن شاهدنا من سقوط النظام السوري الشيعي اللي تابع النظام اللي متواجد الآن في إيران. وكنشوفوا هذا النظام اللي تم الإسقاط ديالو من طوار أو لا من الجهات اللي كانت كتحارب هذا النظام داخل سوريا. وكنشوفوا النظام العسكري الجزائري اللي كان كيتضامن ورسل المخابرات ورسل ضباط وجنرالات باش ينسقوا ويطوروا من الجيش السوري اللي كان تابع النظام الساقط اللي الهارب للآن كيتواجد في موسكو. والآن كنشوفوا الدعم اللي كدعم الجزائر النظام الإيراني، لأنها كتعتبره حليف استراتيجي. أما في الجهة أخرى اللي هي دولة مسلمة ودولة عندها واحد انتماء في اتجاه إخوان ديال العرب، خرجت في بلاغ وكدين الهجوم اللي شنته إيران على هاد الدول. هي الدولة المغربية عندها واحد الرؤية استراتيجية وتوازن في العلاقات السياسية الدبلوماسية،
وهذا هو الفرق اللي كيبين بأن دولة عندها توازن في العلاقات الدولية، وكيعطيك واحد الرؤية ديال بأن الناس اللي كيكتبوا أو لا اللي كانوا مشرفين على هذا البلاغ يعني واثقين بأن كل كلمة كتجي في مكانها الصحيح. أما بالنسبة للنظام الجزائري يعني خرج من الوجود العربي، وخرج من الحلف العربي، وخرج من المنظمة العربية، كأنه أصبح اليوم فارسي وكيهضر باللغة الفارسية، وخرج من المذهب يعني الإسلامي ودخل المذهب الشيعي. وهذا مشكل كبير إخواني أخواتي، دائما كنا كنتكلموا عليه وغادي نبقاو نتكلموا عليه. لهذا النظام كيحاول يرد أنفاس ديالو ويبني العلاقة ديالو مع هذا النظام، رغم هذا النظام يعني أمريكا وإسرائيل كتحاول تم الإسقاط أو الإطاحة بهذا النظام وإعادة الهيكلة للدولة الإيرانية، وتم يعني بنظام جديد موالي الغرب والأمريكا حتى يكون متوافق مع الدول الخليجية والعربية بصفة عامة، وتكون علاقة دبلوماسية وتكون علاقة مصالح رابح رابح. أما بالنسبة للدولة الجزائرية خسرت الحليف الأول اللي هو بشار الأسد اللي كان حاكم سوريا، والآن سوف تفقد حليف آخر في الشرق الأوسط اللي هو إيران. إخواني أخواتي، أنتم شاهدوا هذا الفيديو وحكموا لماذا الجزائر دائما غادية في اتجاه المسلمين والعرب. لماذا الجزائر تحاول دائما تجلب لنا هذه الفكرة والأفكار الشيعية باش توسع في المغرب العربي وفي الشرق الأوسط. السلام عليكم.